يا أهلا، أنا كيرو، ودي الحلقة رقم 24 من بودكاست أفكار مع فنجان القهوة. البودكاست اللي هنحاول نلاقي فيه لحظات من السلام النفسي وسط دوشة الحياة. كل اللي مطلوب منك إنك تشرب قهوتك وتطبطب على روحك، وتيجي معايا في رحلة تكون فيها أنت صديق قهوتي المقرب. وفي نهاية الحلقة هكون سعيد لو شاركتوني تعليقاتكم وأفكاركم للحلقات الجاية، وكمان على سبيل الدعم والحب هكون ممتن جدا لو قيمت البودكاست ده على منصة البودكاست اللي بتحب تسمع منها. قهوة سعيدة. مين فينا ما عداش عليه أيام فقد فيها القدرة إنه يقوم من سريره، مش عشان تعبان، عشان مش شايف سبب يقوم علشان. بتبص حواليك تلاقي خيط نور رفيع متسرسب من ورا ستارة قفلتها بإحكام. شمس يوم جديد طلعت وورقة جديدة بتتشال من النتيجة، وانت قررت تستخبى زي طفل صغير قرر يلعب استغماية مع الحياة، عمال يقول الحياة خلاويص وهي تقول لسه. كم مرة زارك فيها الإحساس التقيل، الإحساس اللي بيقولك مش ده اللي المفروض أكون بعيشه دلوقتي، المفروض حياتي تكون أحسن من كده، أهدى من كده. أيام بيبقى فيها مشوار المطبخ سكة سفر عشان تحضر قهوتك، تسرح في دوامات القهوة وهي بتلف ببطء في الفنجان، فتسحبك معاها جوه دوامات أسئلتك. أنا وجعي هيخف إمتى؟ فين المحطة اللي هنزل فيها شنط الهموم من على كتفي؟ إمتى هقلع قميص المسؤوليات التقيل؟ وإمتى هفك عقد الأفكار السلبية اللي بتشدني مهما بقاوم؟ وبعد ما نجحت تعمل فنجان قهوتك تقف قدام مراية جت في طريقك بالصدفة، فتشوف فيها حد غريب تعبان متلخبط، حد بتنطبق عليه جملة الأغنية معروفة: لا دي ملامحي ولا الشكل شكلي ولا ده أنا. حد مش عارف اتغير كده امتى ولا فقد شغفه فين، تطول فيه النظر فيسألك هو السؤال اللي هربت منه كتير: مع كل الألم ده هتختار توقف ولا هتمشي وتكمل؟ احنا عندنا كبشر يا صديقي 3 جوانب للحقيقة، 3 aspects of reality: الألم، عدم اليقين، والعمل المستمر. دي ال3 حاجات اللي مستحيل أي إنسان يتجنبهم لو عايز ينمو. فوجع عضلاتك بعد أول يوم جيم من غيرها عمرك ما هتوصل لجسم رياضي. فالألم هنا علامة إنك بتتطور. أو عربيتك اللي قررت تسوقها في يوم شتاء غطيته الشبورة، انت مش شايف في الطريق غير 10 متر اللي جايين. أو إنك قررت في يوم تعيد تنظيف بيتك، مفيش يوم هتقول فيه أنا نظفت البيت للأبد. فالحياة بتتطلب منك صيانة يومية لمشاعرك وعلاقاتك ولنفسك. كل خطوة، كل حركة بسيطة هي جزء من استمراريتك في الحياة. اللي بننساه إننا كلنا ماشيين في الحياة بحاجة اسمها The Life Force أو قوة دفع الحياة. لسنين طويلة الفلاسفة اتخانقوا: هل الإنسان موجود علشان يدور على معنى، ولا المعنى الحقيقي بيظهر وهو بيتحرك وبيجرب؟
وهل الإنسان ممكن يوصل لمرحلة في الحياة يقول فيها أنا ارتحت، فيتحقق وعد أهلك ليك في مقتبل حياتك: اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين؟ يمكن الإجابة الأقرب بالنسبة لي يا صديقي إنك مش هتفهم الحياة وإنت واقف. الحياة بتتفهم وإنت ماشي فيها. من أكتر اللحظات الفارقة في حياتي لما وقفت قدام مرايتي وواجهت نفسي بحقيقة إن الحياة مؤلمة. إنت مش محتاج تحس إنك أحسن عشان تتحرك، إنت محتاج تتحرك عشان تفضل عايش وتبقى أحسن. أدركت إن الألم ما كانش عارض جانبي للحياة، ده جزء منها. والسعادة مش هدف، الحركة المستمرة في الحياة هي الهدف. خلق الله الكون ده بقيمة عظيمة وهي الحركة. إنك تتحرك وإنت مش مطمن وإنت مش متظبط، وقد إيه أفعالك اليومية البسيطة أهم بكتير من شعورك الحالي. مش معنى إنك متلخبط إنك تقف، ومش معنى إنك خايف إنك تستسلم، مش معنى إنك موجوع إنك غلطان أو السبب في ده. الألم مش عارض جانبي للحياة، الألم جزء من الحياة. والسعادة مش هدف، الهدف الحقيقي هو إنك تفضل حي، والحي هو اللي بيتحرك. جدتي كانت دايما تقول وهي بتقاوم المرض وبعد ما نصحها دكتورها بالبقاء في سريرها للراحة: يا ابني الحركة بركة. وفي أغنية من أغاني التسعينات الشهيرة قالت مطربتها المعروفة: ماشية وساعتي مش مظبوطة، والفين رايحة ما كنتش عارفة، لكن ماشية وأنا مبسوطة، ماشية بخطوة ما هياش خايفة. وكان لازم عشان أرجع أتحرك مع الحياة أهدم جوا عقلي صنم إنه لما أفهم نفسي أكتر هتحسن، وهيد سور إني لما أبقى جاهز هتحرك. تخيل تحط قدامك دلوقتي فنجان قهوتك، انت واعي إن اللي في الفنجان ده قهوة، فتقعد تحلل نوع البن وطريقة تحميصه ونوع المكنة اللي عملت بيها القهوة على حساب إنك تشربها وتستمتع بطعمها. بس خليني أقولك على حاجة أخطر. معركتك الحقيقية مش ضد الحياة، معركتك كمان ضد نسخة منك. تخيل إنك اتحولت لبطل خارق زي اللي كنت بتحبهم في طفولتك. تخيل أقوى نسخة منك، النسخة اللي بتقوم مهما وقعت، اللي شايفة طريقها حتى في أحلك لحظات الحياة، اللي عندها طاقة وهدف وقلب مصدق إنه لسه في أمل. بس عايزك تتخيل كمان إن في نسخة تانية منك شبهك في الشكل، بس كل حاجة جواها مقلوبة. لما تحاول تقوم تشدك لتحت، لما تحلم تطلع لك لسانها وتقولك انت ما تقدرش. خلاص يا فاشل. فاشل يا فاشل، بلاش يا فندم الكلام ده، بتعصبك يا فاشل. بتعصبك. في واحدة من أشهر أفلام الأبطال الخارقين، سوبرمان كان ليه عدو غريب اسمه بيزارو، نسخة مشوهة منه بتعمل كل حاجة غلط. كل شخص مننا في جواه ظل بيشبه له، عايش جواه، هو الشرير في قصتك. خلينا نسميه بارت اكس أو الجزء اكس. هو صوت الحكم الداخلي أو الغريزة اللي بتقاوم التغيير جواك، وبيغذي عندك طول الوقت مشاعر الشك والخوف وعدم الاستحقاق. وهو النسخة اللي جواك اللي انت بتتكسف منها طول الوقت.
ربما بقى كانت الطفل اللي تعرض للأذى أو للتنمر، أو المراهق اللي ما كانش حاسس إنه محبوب كفاية من أهله أو من اللي حواليه. وبارت إكس أو الجزء إكس اللي جواك ده ليه وظيفة واحدة، إنه يحافظ عليك في مكانك، فيقولك بلاش تحب أحسن قلبك يتكسر، بلاش تحلم أحسن تفشل، بلاش تحاول تكتب أول رواية ليك عشان أنت مش موهوب كفاية، بلاش تسيب الوظيفة عشان أنت مش هتعرف تعمل حاجة تانية. والسؤال هنا، هل تقدر تتخلص من الجزء ده جواك أو من ظلك نهائيا؟ الإجابة القطعة لا. أنت تقدر تهزمه في جولة، في معركة، لكن لازم تبقى متأكد إنه هيرجع لك من تاني. والدراما الحقيقية هنا إن المعركة معاه مش بتخلص. أنا شخصيا فضلت سنين مع كل لقاء بعمله بيظهر الظل اللي جوايا ويقول لي أنت على فكرة ما بتعرفش تتكلم قدام الكاميرا، أو يظهر لي حتى مع بداية تحضيري لحلقة ويقول لي هو مين مهتم يسمع الأفكار دي؟ عايزك تعرف إن كل واحد فينا عنده ظل، وكل ظل مختلف عن التاني. لو كل إنسان مفيش عنده الشرير اللي يهزمه، ما كانش بقى فيه قصة ولا فيه بطولة، وبالتالي مفيش نمو أو تغيير في الحياة. طيب لو الألم ثابت والظل جواك ثابت وموجود طول الوقت، إيه اللي ينقذك؟ في نص أي رواية عظيمة دايما بيبقى فيه فصل تقيل، فصل مفهوش انتصارات واضحة للبطل. خلينا نسمي الأدوات دي أدوات النجاة في الحياة. أول أداة هي إسعافات الطاقة الأولية. قبل ما تغرق في تحليل نفسيتك وتقول أنا حزين ليه، هات ورقة وارسم مثلث. وقاعدة المثلث ده هي جسمك. اسأل نفسك، بتنام كويس؟ بتاكل أكل صحي؟ بتتحرك قد إيه في يومك؟ الجزء التاني والأعلى من المثلث هي الناس. بتكلم اللي بتحبهم؟ بتخرج من القوقعة اللي انت فيها، من الأفكار المغلوطة اللي عندنا في حياتنا، إن إحنا مش بنطلع للناس لما بنتحسن، إحنا بنتحسن لما بنطلع للناس. ومنها نروح لقمة المثلث، وهي علاقتك بنفسك. كتبت اللي مضايقك، طلعت اللي جواك بأي طريقة، حاولت ترتب الكركبة اللي في دماغك. خد 5 دقايق كتابة في يومك، فرغ فيها حمولتك. مش عايزك تبقى كاتب محترف بيصيغ مشاعره على الورق، لكن عايزك إنسان بيحاول يشخبط عشان يفهم نفسه. وهنا يجي دور أداة تانية عظيمة، أداة اسمها عقد اللؤلؤ. امسك ورقة كمان وارسم دواير وبينهم خطوط، كأنك بترسم حبات لعقد، كل حبة منهم لفعل انت بتعمله حتى لو صغير. وجوه كل دايرة منهم حط نقطة سوداء، بمعنى انه مفيش فعل كامل. واعتبر كل حبة في العقد او لؤلؤة يعني هي متساوية في الفعل وفي القيمة. قمت من السرير لؤلؤة، شربت قهوتك بمزاج في هدوء لؤلؤة، نزلت اتمشيت حوالين بيتك ربع ساعة لؤلؤة كمان، وهكذا. الأمر ده يا صديقي بيقول حاجتين: لا أنا شخص عظيم ولا أنا شخص ضايع، ومش هيبقى ده نوع الأحكام اللي بحكم بيها عليا، لكن كل اللي بقيم عليه نفسي هي عاداتي اللي ببني عليها أفعالي. يعني إذا فشلت أو نجحت نجاح كبير، أنا مكمل في الحالتين. يحكى إنه نجيب محفوظ كان عنده عادة، وهي إنه بيستمر في الكتابة سواء نجحت الرواية أو ما نجحتش، وهيكتب من جديد مهما كانت النتيجة. تعريف الشخص الناجح الحقيقي يا صديقي مش هو الشخص اللي بياخد قرارات صح وحكيمة طول الوقت،
لكن هو الشخص اللي بينجح كل يوم إنه يضيف حبة جديدة للعقد بتاعه. وهنا بنيجي للأداة الأهم، سلاح الامتنان أو grateful flow. الامتنان مش تفاؤل ساذج، الامتنان في الحياة أداة مقاومة بتقول لعقلك بيها أنا لسه شايف الحاجات الكويسة، لسه ممتن للنعم البسيطة المستمرة. وهنا بتيجي المرحلة الأهم في معركتك، وهي إنك تتخلص من وهم السعادة المطلقة، التعامل مع الحياة على إنها صورة فوتوغرافية ثابتة، فكرة عكس طبيعة الحياة، لأنك بتطارد شيء غير موجود. انت مستني اليوم اللي مشاكلك تخلص فيه عشان تبدأ تنبسط، مستني البيت المثالي، العلاقة المثالية، اليوم اللي تتعافى بالكامل فيه. اليوم ده مش هيجي. الحياة ليها فاتورة صديقي إجباري هتدفعها كل يوم، شوية وجع، كتير من الحيرة، ومجهود ما بينتهيش. الوجع عمره ما هيختفي، والطريق عمره ما هيبقى واضح بالكامل. فالسؤال الحقيقي مش أنا حاسس بإيه دلوقتي، السؤال الحقيقي أنا هعمل إيه دلوقتي. في أغنية شهيرة أعاد غناها محمد منير بتقول: يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، الحياة صديقي مش محطة وصول. مفيش لحظة سحرية هتصحى فيها تقول أنا تعافيت خلاص أو أنا ارتحت. وده مش تشاؤم، ده تحرير من وهم الكمال. الوجع جزء من المغامرة، وعدم اليقين جزء من الرحلة، والشغل المستمر هو تمن إنك تفضل حي. خلينا أكشف لك سر خبيته عنك من أول الحلقة. الحلقة دي بالكامل مبنية على فيلم شفته اسمه ستادز، فيلم بسيط لكنه قلب عندي مفهوم العلاج النفسي، مش لأنه عنده خلطة سحرية تعدل بيها حياتك، لكن لأنه قال الحقيقة إن النجاة مش لحظة كبيرة، النجاة قرار يومي. ستادز بيقول إن الإنسان عمره ما هيقدر يتجنب 3 حقائق أساسية اللي قلتهم لك في أول الحلقة: الألم، عدم اليقين، والعمل المستمر. ودي مش مشاكل في الحياة المفروض نحلها، دي قوانين المفروض نقبلها. ستادز كان دايما بيرجع لنفس الفكرة، إنه في هرم للتغيير المستمر، والهرم ده هو الإيمان بقدرة أكبر منك حتى وانت في أضعف حالاتك، الفعل حتى لو مش شايف نتائج بترضيك دلوقتي، والثقة إن حياتك في طريقها إنها تبقى أحسن. وبيشوف كمان إن الأدوات اللي بنستخدمها كل يوم أهم من مشاعرنا اللحظية، لأن مزاجنا متقلب، والدوافع ممكن تختفي، والطاقة ساعات بتفصل فجأة. وفي لحظة من أجمل لحظات الفيلم بيقولوا هو إيده بتترعش من المرض لجوانا هيل الممثل الكوميدي الشهير، جملة هزتني وفضلت فاكرها: أنا مش عايزك تكون سعيد، أنا عايزك تكون حي. الحي هو اللي بيتحرك. فاشرب قهوتك يا صديقي وطبطب على روحك. انت مش محتاج تحس انك احسن دلوقتي علشان تقوم، انت محتاج تقوم الاول عشان تفتكر انك عايش وتحاول تكون احسن. الفرق بين الشخص اللي بيعيش وهو راضي والشخص اللي بيعيش وهو بيعاني هو ان الاول قرر يحب العملية نفسها مش النتيجة، والألم مش اشارة حمراء من الحياة عشان تقف. من فترة اتعلمت ان الاوقات اللي بتحس فيها انك مش متظبط نفسيا، مش مرتاح، ويمكن تكون واقع وروحك بتطلبك بحاجات معينة تعملها أو تغيرها، هي دي الأوقات اللي فعلا هتغيرك. وعلى قد تعبك وألمك وصعوبة التغيير على قد ما المكاسب بتكون عظيمة. ومع فنجان قهوتك اللي جاي افتكر، مش مطلوب منك تحل كل مشاكلك، مطلوب منك بس تحط رقلوقة واحدة في سلسلة حياتك وتكمل، وانت راضي انك النهاردة اتحركت ولو سنتيمتر واحد لقدام.